الإسكندرية. في حب الإسكندرية الجميلة وإلى كل ما هو جميل وأصيل. اسكندرية تاني، اسكندرية تاني، من العشق ياني، والرمل الزعفراني عالشط الكهرباني. اسكندرية تاني مع أماني أبو السعود. أهلا بكل مستمعينا وحلقة جديدة نسترجع فيها ذكرياتنا مع عمل درامي دارت أحداثه على أرض اسكندرية، نتعرف من خلاله على معالم مدينتنا الجميلة، شوارعها، مبانيها، وطبعا شواطئها الساحرة اللي جذبت خيال المؤلفين وكاميرات المخرجين من بدايات السينما في مصر، وكمان في المسلسلات الإذاعية والتلفزيونية. أهلا بيكم واسكندرية تاني. الفيلم اللي معانا النهاردة آثار في الرمال، تم إنتاج الفيلم عام 54. القصة والحوار ليوسف السباعي، والسيناريو والإخراج لجمال مدكور، أما الموسيقى التصويرية فلمحمد حسن الشجاعي. وبقيت خايف لحسن الإحساس الجديد يعصف بحب الراجية، وكنت شاعر اللي بقاوم لأني كنت برضه بحبها، وكنت بقول لنفسي إن الحكاية الجديدة مسألة طارئة مصيرها تزول، وإن راجية هي الباقية وهي الأصيلة. انت ما قلتليش حاجة عنك، احب اعرف عنك كل حاجة. انت كمان ما حكيتليش حاجة عن نفسك. مش مهم، احكي لي انت. احكي لك انا؟ اقول لك ايه، انا موسيقي. موسيقي؟ ايوه. طيب قولي، عايش ازاي وبتعمل ايه؟ بقضي وقتي بين التلحين والقراية. بتلحن ايه وبتقرا ايه؟ بلحن اوبريت جديدة، وفي وقت فراغي بقعد اقرا. طيب وبتقرا ايه دلوقتي؟ رواية للكاتب النساوي ستيفن سايد اسمها حذاري من الشفقة. حذاري من الشفقة، وموضوعها ايه؟ موضوعها عبارة عن بنت غنية مصابة بشلل الأطفال، عايشة مع أبوها في القصر بتاعه في بلد صغيرة. في يوم من الأيام نزل البلد دي ضابط من الفرسان مع الفرقة بتاعته، فيتعرف بيهم ويزورهم من وقت للتاني. البنت تتعلق بيه وتحبه، فيتورط في خطوبتها ويهم بإنه يتجوزها من باب الشفقة طبعا. وبعدين يجد إنه هيقضي طول عمره مقيد إلى مشلولة، وإنه هيدمر حياته بدافع الشفقة، فيسيب البلد كلها. وبعدين يحس بالندم فيرجع. ليه ينتحرت؟ زحفت بالكرسي بتاعها ورمت نفسها من فوق الربوة اللي مبني عليها القصر. مالك يا ليلى؟ حاسة بحاجة؟ لا ابدا مفيش، بس ساعات كده بتجيني دوخة. وإيه رأيك في القصة؟ سكينة محظورة. ورأيك انت؟ والله أعتقد إنها هي غلطت من الأول. ليه؟ لأنها ادت لنفسها الأمل في حاجة ملهاش حق فيها. ازاي بقى؟ أنا من رأيي دايما إن الإنسان يخلي أماله في حدود قدرته، وإنه مش لازم يتعداها علشان ما يصدمش بخيبة الأمل. أظن الميعاد جه. أنا مش فاهم انت ليه دايما مصممة على الحكاية دي. احنا مش متفقين على كده من الأول؟ أيوة لكن ما لكنش ولا حاجة، ما تخلينيش أزعل منك. لا 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 لا، مفيش داعي. رفاق. مع السلامة. وسبتها وأنا في الحقيقة في منتهى الضيق، وصممت في نفس اليوم إن أكتشف الحكاية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قول لي من فضلك، ممكن أطلع أتفرج على السكونة؟ اتفضل يا ابني. ووقتها بس عرفت إنها مصابة بشلل الأطفال، وعرفت سر إصرارها على إني أقوم لما تقول لي قوم، عشان ما أعرفش اللي هي مصابة بيه.
الحديث اللي جرى بينا من 5 دقايق، واتذكرت التعليق بتاعي اللي قلته لها، وحسيت ان سكاكين بتقطع في قلبي وان مطارق بتهوي على راسي، ونزلت جري علشان الحقها واعتذر لها واقول لها اني بحبها اكتر ما بحب اي انسان في العالم، ومستعد اتجوزها مش عن شفقه انما عن حب، وان لها الحق في الحياه والسعاده زي كل انسان. قصة فيلم آثار في الرمال بتتكلم عن الموسيقار إبراهيم اللي بيفقد الذاكرة وبيذهب لأحد الأطباء النفسيين عشان يعرف سر مرضه. بيبدأ الطبيب علاجه وبيقابل خطيبته السابقة راجية اللي بتعيش في اسكندرية مع جدها، وبتؤكد له حبها له ورغبتها في مساعدته. بيتضح أن مرض إبراهيم بسبب موت أخته أثناء تسلقها الطاحونة، وبيقع إبراهيم في حب فتاة مصابة بالشلل ماتت من فوق الطاحونة بنفس الشكل اللي ماتت بيه أخته. بيستمر الطبيب في علاجه لغاية ما بيتم شفائه وبيرجع لراجية وبيتجوزها. وروحت البيت وانا محطم، كنت حاسس اني ارتكبت جريمة، وشعرت ان ليلى اصبحت كل حاجة في حياتي، وان لازم اصلح الغلطة الكبيرة اللي عملتها معاها، وما كانش فيه غير طريقة واحدة ولازم انفذها باي تمن، حتى ولو كان التمن راجية خطيبتي. وتاني يوم بعد ما فكيت الخطوبة حسيت ان انا اقدر اعمل حاجة اكفر بيها عن اللي عملته في ليلى. تصورت الطريقة اللي انتحرت بيها بطلة قصة حذاري من الشفقة، وتخيلت اللي عملته ليلى وصرخت مش ممكن تكون عملت كده. آثار في الرمال بطولة فاتن حمامة، عماد حمدي، زهرة العلا، محمد عبد القدوس، محمد الطوخي، وداد حمدي، عزيزة حلمي، حمدي غيث، ومحمود عزمي. والله يا دكتور انا بنامش الليل من زعلي، بقالي معايا 10 سنين ما سمعتش كلمه تزعل ابدا. طيب انا عاوز تحكي لي ازاي بدأت الحالة. انا دخلت عليه الاوضه لقيته قاعد ماسك الشنطه ومبحلق عينيه زي التمثال، لا بيتكلم ولا بيتحدث. والشنطة دي بتاعته؟ لا. امال جاته منين؟ شرطنا. حد ضركم؟ لا. وهو قبل ما تجيله الحالة دي كان بره؟ ايوه. ودي ايه دخلها في المسألة؟ ايه اهميتها؟ اسمع، انا عايزك تحكي لي عن كل حاجة سواء كان لها اهمية او ملهاش. هو بيصحى كل يوم الساعة 6 ويخرج يتمشى، وكل ما اقول له عليك من ايه؟ دي الساعة 6 الصبح مش هنزل منها. يقوم يقول لي دي اليوم مفيد يا عبيد. وفي اليوم إيادة ما عملش اي حاجة غير عادية ابدا. والليلة اللي قبلها كانت تصرفاته طبيعية؟ والله مش قوي، هو كان باين عليه السرحان، لكن بقى دي مش عمارة غريبة، وهو ياما بيسرح وياما بيقفل عليه الأوضة بالساعات. وما عندكش فكرة بيخرج الصبح يروح فين؟ هو بيخرج يشطح، مرة في الغيطان ومرة على البحر. يعني ما كانش له حتة معينة بيروح فيها؟ ما أظنش، هو كان قصده المشي بس، مجرد رياضة. لكن ما تعرفش فين؟ أظن مرة قال لي إنه خبط مشوار كده على البحر لحد حتة اسمها، مش فاكر اسمها إيه. سيدي بشر؟ لا. اسمها إيه يا مشكال؟ اسمها إيه؟ سيدي جابر؟ لا حاجة فيها شكيات، حاجة لطيفة كده. كيلوباترا؟ كيلوباترا ايه يا دكتور؟ قصدي حاجة لطيفة تتاكل يعني، مش الحب. أكل؟ أكل إيه يا أخي؟ حاجة تتاكل. إيه يا مشكال؟ أيوه افتكرتها، العصافير. قصدك العصافرة؟ أيوه العصافرة، برافو عليك، بالظبط العصافرة. وكمان البدرون. الإيه؟ البدرون. لازم قصدك المنظرة. المنظرة، البدرون، هو كله أرضي. بقى كان بيروح لغاية المنظرة والعصافرة. لكن ده مشوار جامد قوي. هو كان وراه ايه غير التنتانة والزن؟ ظهرت في أحداث الفيلم طاحونة المنظرة. طاحونة المنظرة الأثرية أنشأها محمد علي باشا
على بعد خطوات قليلة من الكورنيش وبالقرب من سور حدائق المنتزه. كانت ضمن مجموعة من الطواحين بناها محمد علي في اسكندرية. كان في طاحونة في حدائق الشلالات في وسط اسكندرية وواحدة تانية في أبو قير، وكان سبب بنائها هو طحن الغلال للجنود وللأهالي. الطاحونة عبارة عن برج اسطواني من الحجر الأبيض بيتدرج في الحجم وبيقل اتساعه تدريجيا للأعلى، وبيصل ارتفاعها ل20 متر. المدخل موجود من الناحية القبلية وهو عبارة عن شكل مستطيل. في الطاحونة 3 نوافذ، 2 من الجهة البحرية وواحدة من الجهة الشرقية. المروحة الخاصة بالطاحونة بتتكون من 8 ريشات، وداخل الطاحونة سلم حلزوني بيؤدي لغرفة علوية أرضيتها من الخشب وفيها أدوات الطحن. العصافرة مش شايف فيها حاجة تلفت النظر. طيب بس استنى شوية، أصل الجدع مشكال ده مهفوف ومهياص ومش لازم ناخد على كلامه. أظن المنظرة قريبة من هنا قبل سرايا المنتزه. طب يلا بينا نروح لغاية هناك نبص بصة ونرجع تاني. حاجة عجيبة مش قادر أعرف لها علة. الشنطة اللي هو متشبث بيها قوي وخايف لحد ياخدها منه، كنت فاكر إن فيها حاجة مهمة تكشف المسألة، طلع فيها إشارب ونضارة شمس، كلها حاجات هايفة. المهم إننا نعرف بتاعت مين الحاجات دي. أنا افتكرت أول ما شفتها إنها بتاعت رجل، لكن اتضح إن عمرها ما شافتها. يعني المسألة فيها واحدة تانية، والتانية دي تبقى مين بس؟ عمره ما جاب سيرتها. شافها فين؟ قابلها فين؟ لازم في حاجة جديدة هي اللي أثارت الخوف الكامن ده وفكرته بحادثة أخته القديمة وسببت له صدمة جديدة، وكانت السبب في حالة الذهول اللي أصابته وفي خوفه الفظيع من مروحة. حاجة تانية، عقدة تانية. أهي شايف دي؟ طاحونة مالها؟ محتمل جدا تكون هي الحاجة التانية. تعالى. السلام عليكم يا حاج. وعليكم السلام ورحمة الله. والله كنا عايزين نتفرج على الطاحونة، ممكن ولا فيها مضايقة؟ لا مضايقة ازاي؟ اتفضلوا. اهلا وسهلا. ده مؤاخذة الدنيا عازمة شوية. نورك كفاية يا حاج. كتر خيركم، ده انتوا اللي نورتوا الطاحونة. اتفضلوا. والطاحونة دي كانت بتشتغل؟ امال يا بيه، دي كانت ما بتبطلش تحيد ابدا. وبقالك كتير فيها؟ طول عمري فيها. احنا كان بيجينا ايام كنا في اليوم نطحن 10 ردد، لكن ده كان زمان ايام ما كانت الدنيا دنيا. وبتشتغل ازاي؟ القمح ينحط هنا وبعدين نفك المروحة اللي بره، الهواء يدورها، تقوم تدور التروس وتشتغل الحجار. لكن طبعا دي ما بتشتغلش دلوقتي. لا خلاص، التروس والمراوح اتكسرت زي ما انت شايف. اللي دوبنا دوبها. تفتكر في امل يا دكتور؟ ان شاء الله. ربنا يطمنك. انا مش عارفه اشكرك ازاي. انا كل ما بشوفك بشعر في ثقه كبيره قوي. تشكريني انا؟ انت تشكري نفسك لاني بستمد الثقه منك. العفو يا دكتور. دي الحقيقه، لان رغبتك القويه في شفائه هي اللي بتدينا الامل والقوه. انا اعتقد ان احنا قدرنا نوصل لحاجه. انا النهارده هقوم بتجربه افتكر انها هتجيب نتيجه ان شاء الله. طب يلا بينا. ايه في ايه اللي مخوفك؟ اوعى تقول لازم الحقها. تلحق مين؟ مين اللي بتتكلم عنه؟ اقعد شويه، هدي نفسك وكلمني. ايه اللي شفته من الشباك؟ ومين هي اللي عايز تلحقها؟ مين اللي عايز الحقها؟ هي لكن هلحقها بعدين. مفيش فايدة ليه؟ قول لي يمكن اقدر اساعدك. احكي لي على كل حاجة، افتكر كويس. ابراهيم، ايه اللي حصل؟ احكي لنا على كل حاجة. ايوه، قول لنا ايه اللي مزعلك من راجية؟ راجية؟ مفيش حاجة ابدا. طيب من جدها؟ عبد الرحمن.
امال مين بس؟ هي مين؟ ليلى. أرق تحيات الزميل أحمد عبد ربه من الهندسة الإذاعية. اسكندرية تاني مع أماني أبو السعود.